الهارب عصام الحضري بيلقح على زيزو وبيصفه بالجعان نظرا لانتقاله للنادي الاهلي في صفقه انتقال حر، مع ان اماعه كفر البطيخ هرب من النادي الاهلي لسيول السويسري في واقعه خيانه رسميه. يا حضري اذا كان زيزو جعان فانت خاين ياض. كلام في الكوره وحلقه جديده، لايك وشير. اهلا بيكم. زيزو اللي رباط جزمته برقبتك خلص عقده مع نادي الزمالك وحقه يروح المكان اللي هو عايزه. لا هرب ولا خان ولا رفع قضيه على النادي الاهلي قال فيها انه مضطهد دينيا يا جاهل يا وضيع، عشان الاهلي بيلعب في دوله ديانتها الرسميه الاسلام، بل ان الاهلي يحترم لاعبيه الغير مسلمين. قولا واحدا. ولا انت كان ليك ديانه تانية غير الاسلام احنا ما نعرفهاش؟ والكلام للحضري وبعتوها له، وبناشد كل اهلاوي يفعل هاشتاج الخاين عصام الحضري. مالناش دعوه، مالناش دعوه. دورنا كجماهير النادي الاهلي حمايه لاعبينا واولادنا اللي بيمثلوا الفريق من الافاقين والمدلسين اللي بيلهثوا وراء الترند بغيا في التربح والشهره، امثال عصام الحضري. مالناش دعوه، مالناش دعوه. يوم الاثنين الجاي ان شاء الله بعد اجازه العيد هيعقد الاهلي عده جلسات مع عده اطراف. الطرف الاول يسر بوكالته لانهاء امر فسخ التعاقد وديا قبل موعد 30/6. كمان هيجتمع عصام سراج بعد ما يرجع من الحج ان شاء الله بحسين الشحات لانهاء امر التعاقد او التجديد لمده موسمين قادمين. ولو وعد على ابو معاطي زكي اللي قال الشحات عنده عرض من بيراميدز 3 مواسم ب 4 مليون دولار، وكمان كوكا بيجري وراه السماوي بعرض 4 مواسم مقابل 105 مليون جنيه في السنه. فهل ينجح حسام سراج في الحفاظ على لاعبي النادي الاهلي والبقاء في الفريق، ام سنرى احدهم بالتيشيرت الاسيوطي المعدل لبيراميدز؟ حاتم وكلام في الكوره، لايك وشير. استنوني هاجي لكم.